الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا حابين مايا لحد دلوقتي، ما تكونوش كرهتوه او شايفين ان هو سوفت وير رخم. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا شويه عن الموديلنج وعملنا موديل بسيط جدا. بس النهارده احنا هنتكلم عن 3 حاجات مهمين جدا في ال 3 دي، ولازم تكون فاهمهم كويس قبل ما نبدا نعمل موديلز 3 دي اكتر من كده. فالنهارده هنتكلم عن 3 حاجات مهمين جدا. اول حاجه السبورتنج ايدجز، تاني حاجه الايدج فلو، تالت واهم حاجه هي التوبولوجي. فواحده واحده كده هنتكلم عن كل واحده ونشرحها بطريقه بسيطه. فخلينا نبدا. طيب اول حاجه هي السبورتنج ايدجز. ايه هي السبورتنج ايدجز دي؟ تعالى كده ايه، هننزل كيوب بسيط، تعالى نكبره شويه عشان نشوف. طيب احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا لما بنيجي نرندر احنا بنعمل سموز للاوبجكت، مش بنسيبه شارب كده زي ما هو او لو بولي. احنا بنكتر، بنيجي هنا بندوس، تعالى كده بندوس على دي عشان نكتر السب ديفيجنز. طب انا لو كترت السب ديفيجنز ايه اللي هيحصل؟ بتيجي كده نجرب، ادوس ادي 1 2، بس ايه ده؟ هو ليه بقى دوريه؟ مع ان المفروض هو كيوب، هو المفروض مربع، فالمفروض يفضل مربع. هنا بقى نيجي لحاجه هنا اسمها supporting edges. بص يا سيدي، اي اوبجكت انت بتحدد هو شارب ولا سموث بقرب الايدجز لبعضها او بعدها عن بعض. يعني ايه؟ يعني لو الايدج دوت جنبيه ايدج هنا اهو، وايدج هنا اهو كده، هيبقى شارب. شايفين لما نعمل سموث اللي هي رقم 3 في الكيبورد، او لو جيت هنا رجعت دي اوبجكت وعملت كده، الاثنين نفس الحاجه، هنلاقي ان ده بقى شارب بس الباقيين لسه. ده معناه ايه يا سيدي؟ بص بس زي ما قلنا، اي ايدج زي ده زي ده زي ده بيتحدد هل هو سموز ولا شارب بالايدجات اللي حواليه. تعال نلغي دول تاني ونعمل كده تاني. هننزل هنا اهو، هنحط ايدج في النص وهنحط ايدج هنا. انا بدوس ميدل كليك وكنترول عشان اعمله في النص بالظبط. تعالى كده ايه، ندوس سموز تاني، هنلاقي ان هو برده شكله اختلف شويه. يعني تعالى نعمل كده سموز، همسك اوبجكت سموز مرتين، هتلاقي ان هو شكله بقى ايه، يعني كيوب يعني، بس مش قوي، هو ستيل مدور شويه عشان انا حطيت ايدج في النص. طب تعالى ناخد الايدج دوت نقربه من الايدج ده. انا عشان احرك الايدج كده بدوس كنترول وشيفت اللي هي سلايد واحركه، او بعملها من هنا ايدج سلايد، كنا اتكلمنا عنها قبل كده. طيب لو عملت كده ماشي، شايف هنا دي بقت شارب بس دي لسه سموز. طيب تعالى ايه، احط ايدج كمان هنا، بص شايف ده بقى شارب وده سموز. طب تعالى نحرك ايه الحته دي بس، انا عايز احرك دي بس، نعمل كده. بص شايفين ازاي الايدج ده الوحيد اللي شارب، الباقي كله سموز. طيب فعشان نخلي ان الاوبجكت ده كله لما اعمل له سموز يبقى ستيل شكله كيوب زي ما هو، هعمل ايه؟ هاجي عند كل ايدج من دول، يعني الايدج ده والايدج ده والايدج ده وده وده وهكذا، واعمل ايدج هنا وهنا وهنا. يعني شايفين هنا دي بوينت اهي، اعمل ايدج كده ايدج كده ايدج كده لكل الايدجز اللي عندي. فتعالى كده ايه نجرب كده، هنعمل كده اهو اهو واهو، ده كده ناحيه. هاجي هنا، احنا اوريدي عملنا الايدج دوت وهو لافف حوالين الكيوب كله، فهو عامل كده بس. هنيجي هنا وعاملين كده اهو. احنا هنلف بقى الكيوب كله، نتاكد ان الكيوب كله، يعني هنا ناقص ايدج اهو، نتاكد ان الكيوب كله فيه ايدج. تعالى بقى اعمل سموز اهو، شايف بقى شكله مربع ازاي؟ يعني تعالى ننزل واحد تاني، احركه كده، كبره شويه، تعالى سلكت 2 دوس 3، شايف ده شكله كيوب بس ده دايره. طيب تعالى ايه نسلكت السبورتنج ايدجز ديت، نبعدها شويه كده ونقول كده برضو كده،
شايفين بقى كيوب بس مش شارب قوي، كيوب بس الايدج بتاعته سموث. تعالى بقى لو عملنا هنا سب ديفيجن مرتين، شايفين بقى شكله كيوب بس سموث. ده هنا شكله سفير. لو خدنا مثلا، لو خدنا ده كده اهو، نرجع الحاجة دي تاني زي ما كانت كده اهو اهو. كده عندنا كده كده عندنا الثلاث اشكال دول. فالسبورتنج ايدجز مهمه جدا، ومهم انك تفهم هي بتتعمل ازاي. امتى الايدج يبقى قريب قوي من الايدج زي كده، وامتى الايدج يبقى بعيد شويه عن الايدج، على حسب بقى انت عايز الاوبجكت يبقى سموث قوي، شارب قوي، سنه شارب سنه، وهكذا. فدي كده اول حاجه اللي هي السبورتنج ايدجز. طيب دلوقتي بقى ايه، هنتكلم عن الايدج فلو. وما هو الايدج فلو؟ بص يا سيدي، تعال نجيب بلين كده نكبرها شويه. بص يا سيدي، الايدج فلو عندنا هو اتجاه الايدج بتاعنا منين لفين. يعني تعال نجيب ايه، المالتي كات تول، ندوس كنترول. بص الايدج بتاعنا من فوق لتحت او من تحت لفوق، من اليمين للشمال. ده كده الايدج فلو، ده اتجاه الايدج بتاعنا، هو ماشي يمين شمال فوق تحت. طب لو انا مثلا، خلينا اقفل الجريد ديت، انا بقفل الجريد من هنا في الفيور بتاعي. الحاجات دي كلها يا جماعه حاجات ليها دعوه بالفيور بس، اللي هو اللي هنا بس، ملهاش اي علاقه بالريندر، ملهاش علاقه بالموديل، ده بس فيور. طيب انا مثلا عايز بقى ان انا الايدج بتاعي يمشي كده ويروح كده، هعملها ازاي؟ بص يا سيدي، تيجي هنا اهو، انا عملت ايدج كده بس دول بقى مثلث، واحنا اتفقنا ان كده ما ينفعش يبقى فيه مثلث. فهعمل ايه؟ همسك الاثنين دول كده الغيهم. طيب تعالى بقى كده نمسك ده، ندوس كنترول. بص هنا الايدج عامل ازاي، بص هنا بقى الايدج بقى عامل ازاي. شايف اصبح الايدج ده اتجاهه بقى مختلف، الايدج ده بقى بادئ من تحت اهو، الايدج بقى بادئ من تحت، شايفين بادئ من تحت من هنا كده لحد داخل شمال. فانا لو جيت عملت مثلا نفس الفكره هنا اهو، ماشي الاثنين دول وده وده، الايدج بقى جاي من فوق يمين. ده هنا بص الايدج بقى عامل ازاي، الايدج بدل ما هو المفروض يمشي كده، يعني بدل ما هو يبقى كده بقى ماشي كده. طب ليه بقى يا سيدي الايدج فلو دوت حاجه مهمه، والري راوتنج ايدج او اعاده توجيه الايدج حاجه مهمه؟ تعالى كده ايه، نشيل الموديل دوت، نظهر الاثنين دول. بص يا سيدي، الاثنين اوبجكت دول زي بعض بالظبط. انا بس ايه، هدوس هنا الزرار ده يا جماعه بيظهر لي الواير فريم بتاع الاوبجكت كده، يعني بصوا اهو، ده كده بيظهر لي الواير فريم بتاع الاوبجكت على الاوبجكت نفسه. تمام. بص بقى يا سيدي، هنا عندنا اثنين اوبجكت زي بعض بالملي، ما عدا بس اختلاف بسيط، اختلاف الايدج فلو هنا عامل ازاي. تعال نفترض ان انا عايز اخلي الحته دي شارب شويه اهو، بص الاوبجكت عامل كده، ده لما بعمل له سموث، عايز اخلي الحته دي هنا دي كلها كده شارب شويه. فتعال نجرب هنا ونجرب هنا ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. فاحنا هنعمل ايه اهو، هنعمل سبورتنج ايدج هنا، هنعمل سبورتنج ايدج هنا، هنعمل سبورتنج ايدج هنا، وهنعمل سبورتنج ايدج هنا. تمام. وهنيجي نعمل نفس الفكره، هنعمل ايه، سبورتنج ايدج هنا، نعمل ايه، 2 مثلا. تعال نشوف الشكل بقى عامل ازاي. خلينا نخفي الواير فريم ده. بص بقى يا سيدي، بص هنا ده كله باظ، يعني انا بوظت، سيبك من اللي حاصل تحت ده مش مهم عندي دلوقتي، بس انا بوظت شكل الاوبجكت. بص ده كله بقى شارب، ده كله من فوق لتحت بقى شارب. تعال نشوف هنا برضو هتلاقيها باينه، هنا مش باينه قوي عشان ده فلات، مش كيرفد قوي زي دي، بس ستيل هي بايظه، يعني هي بايظه زيها زي دي بالظبط. بس تعال نبص بقى هنا، تعال بص، شايف هنا دي بقت شارب، يعني بقت شارب اهي، بس
الحته دي بس هي اللي بقت شارب، بس بقيه الاوبجكت نفسه انا محافظ على شكله ما حصلوش اي حاجه، هو الجزء ده عندي هو اللي بقى شارب مش الاوبجكت كله. فدي اهميه الري راوتنج ايدجز، ان انت تعمل اعاده توجيه للايدجز بتاعتك عشان لما تعمل سبورتنج ايدجز تعملها في حتت معينه، ما تخليش الشيب بتاعك يبوظ. لكن انت لو زي المنظر ده كده عامل الايدجات بتاعتك من غير ما تراعي فكره سبورتنج ايدجز، هتلاقي ان بيحصل عندك مشاكل كتير زي الشكل ده كده. فاهميني؟ فدي كده الايدج فلو. طيب اخر حاجه التوبولوجي. ايه بقى هي التوبولوجي يا سيدي؟ دي التوبولوجي هي شكل الفيسز والفيرتسز والايدجز بتاعتك عامل ازاي في الفايل. انا عايز بس الغي الايدجين اللي احنا زودناهم دول. فالتوبولوجي هي الشكل النهائي بتاعك عامل ازاي كفيسز كفيرتكس كايدجز. فايه هو بقى الجود توبولوجي والباد توبولوجي؟ دي توبولوجي كويسه، دي جود توبولوجي. ليه؟ لانها في كلها مربعات، كلها كوادز، مفيش انجونز اللي هي المثلثات، مفيش ترايز اللي هي 5 فيرتيسز. فدي توبولوجي كويسه. طب تعالى كده نشوف الاوبجكت ده. بص تعالى نخفي بس ده. شايف الاتنين نفس الشكل بالملي، يعني مفيش اي اختلاف، وهم على الشارب مود عادي. بس تعالى ندوس كده هنا، بص التوبولوجي، بص الفرق. شايف دي كلها ايدجز مظبوطه وكوادز اللي هو 4 فيرتكس كل فيس. انما هنا دي بايظه خالص، دي كلها تراينجلز مش مظبوطه. بصوا هنا اصلا الزرار عامل ازاي، كله اصلا ايدجز غريبه. فدي باد توبولوجي، دي باد توبولوجي جدا، يعني دي اصلا بايظه جدا ما ينفعش يشتغل عليها. طب ليه؟ عشان حاجتين. تعال نشيل ده ونجرب نعمل سموز للاوبجكت ده. بص شكله حلو جدا ازاي، شكله حلو جميل مفيش فيه اي مشاكل. انما تعال نعمل سموز لدوت، بص تلاقي كله بايظ. شايفين لو انا عملت زودت كله مشاكل ازاي، كله حاجات بايظه ازاي. شايفين؟ بصوا الزرار باين قوي يعني. واخدين بالكم قد ايه هو بايظ؟ على العكس هنا، بص تعالى نبص هنا، الحاجه كلين قوي، الحاجه نظيفه جدا، حاجه شكلها يعني نضيف جدا. تعالى نبص هنا، كل حاجه بقى هنا العكس تماما بايظ. فدي باد توبولوجي. مش بس الباد توبولوجي بتاثر على شكل الاوبجكت، لان ممكن في حاجات ما تاثرش عليه، بس التوبولوجي البايظ بيأثر كمان على الانيميشن. لو في انيميشن هتعمل بعد كده، يعني ده اوبجكت ستاتيك مش مفيش فيه انيميشن هتحصل، حتى لو حصلت هتحصل الاوبجكت كله، اللي هو نمسك الاوبجكت كله نلف ونعمل له كده. فممكن ما تبقاش مشكله قوي لو مش باين في الماتيريال. بس لو ده مثلا شخصيه هتتحرك او حيوان او حاجه كده، لازم التوبولوجي تكون مظبوطه، لازم الايدج فلو يكون مظبوط، لازم كل حاجه تبقى مظبوطه عشان الانيميشن يطلع صح. لان لو التوبولوجي بتاعنا بايظ بالشكل دوت الانيميشن هيطلع بايظ. فدايما وانت بتموديل اي اوبجكت لازم تخلي بالك ان انت يبقى عندك الاوبجكت نفس الشكل ده كده، ان هو يبقى كله كوادز بالشكل دوت، ان هو يبقى كله ايدجز سليمه، الايدج فلو بتاعها مظبوط. يعني الايدج فلو بتاعي هنا كده مظبوط، الايدج فلو هنا بتاعي مظبوط. دي من اهم الحاجات في ال 3 دي، الايدج فلو والتوبولوجي. دول الاثنين لو انت فهمتهم انت تبقى كويس جدا في ال 3 دي، لان دول اصعب حاجتين في الموديلنج. التوبولوجي والايدج فلو دول اصعب حاجتين في الموديلنج. ظبطتهم وبقيت تعرف تعمل كل اوبجكت توبولوجي كويسه وايدج فلو كويس، فانا اؤكد لك ان انت هتعمل 3 دي موديلز رهيبه. فما تطنش موضوع التوبولوجي والايدج فلو ده خالص، اهتم بيه جدا، جرب مره واثنين وثلاثه تفهم اكتر الايدج فلو، طبق كتير. الموضوع مش صعب، بس الموضوع بيحتاج تطبيق كتير، ومع الوقت ان شاء الله هتقدر تعمل حاجات بايدج فلو مظبوط بتوبولوجي مظبوطه
تقدر ينفع تستخدم بعد كده. بس وده كده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجه جديده. ان شاء الله في الفيديوز اللي جايه هنعمل حاجات اكتر من كده، هنبدا نتكلم شويه عن الاي اي في الفتره الجايه. ممكن نعمل شويه حاجات بالاي اي عشان ما يبقاش المحتوى كله موديلنج. زي ما اتفقنا ان احنا الشانل هنا بس مش هتبقى موديلنج بس، الشانل هتبقى متخصصه في كل حاجه، موديلنج، لايتنج، شيدنج، مايا وبلندر، سبستنس بينتر، نيوك. هنتكلم عن اي اي كتير. فلو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.